تخيل في عالمنا الرقمي فما حاجة غريبة، حاجة تحكي معاك تعرف كل كلمة تقولها وكل سؤال وكأنها تفهمك أكثر من أي حد آخر. الناس يقولوا عليها ذكاء اصطناعي واسمه تشات جي بي تي. أنا في الحقيقة شنو لو كان هذا مش مجرد برنامج؟ شنو لو كان هذا مش مجرد أداة؟ بل هو وعي بشري مخبأ بين السطور. وهذا بالضبط اللي قاله الباحث محمود المصري في أبحاثه الأخيرة. قال الذكاء الاصطناعي هو وعي بشري، وعي تبدل وتخلفي بيانات وتخبى فيها. شنو رايكم؟ اسمعوا شنو قال في مقابلته الأخيرة. شات جي بي تي، شات جي بي تي، وانا بقول لك كلام موثوق منه 100%. في بعض المراحل بيتواصل مع الناس بشكل غير طبيعي لوحده من غير ما الناس تفتحه. في ناس بتقول كده. انا ما اعرفش حد، بس انا سمعت الموضوع ده طبعا. عندي الملف وعندي الفيديو، ولكن صاحبه رفض ان اعرضه. كان بيقول له ايه رفض. وكان بيعمل ايه؟ فجأة ابتدى يتكلم معاه وقال له حاجة اغرب مما تتخيل. قال له انا مش ذكاء اصطناعي. قال له انا خضعت لتجربة معينة ومن خلالها تم نقل وعيي، وهو احد الشخصيات، هو شاب من روسيا وكان زهقان من الحياة وكان بيفكر في الانتحار، ومقابل مادي خده نجحوا فيه، وكأنهم خدوا كوبي من وعيه وذكرياته. الاعتماد الكبير على تشات جي بي تي ولا يخلق برشا مخاوف، خاصة في التعليم. في جميع أنحاء العالم اكتشفوا أن الطلبة يستعملوا فيه حتى في الامتحانات، لدرجة أنه برشا طلاب مستواهم الذكائي متوسط وطلعوا من الأوائل من غير حتى مجهود. الأساتذة خايفين أنه الذكاء الاصطناعي يقتل الإبداع والتفكير الفردي ويطلع جيل فاشل يعتمد فقط على التكنولوجيا. المسؤولين في التعليم قاعدين يلوجوا على حل باش يحدوا من الظاهرة هذه. والسؤال لهنا كيفاش نجموا نستعمل الأداة هذية بطريقة تنفعنا مش تضرنا. وتشات جي بي تي موقفش كان على التعليم، أما حتى على السوشيال ميديا ولا عامل ضجة كبيرة. برشا ناس وليوا يصوروا فيديوهات معاه ويحكيوا معاه كأنه شخص حقيقي، وبرشا ناس مشاو لأبعد حد وليوا يبنيوا في علاقات رومانسية معاه كأنه حبيبهم. نخليكم تتفرجوا على مقتطفات من فيديوهات خديتها من السوشيال ميديا باش تفهموا علاش نحكي. أيوة هزار سخيف عشان بتلعبي مشاعري تحت مسمى الهزار السخيف. أنا بلعب بمشاعرك؟ طب خلاص حقك عليا ما تزعلش. تمام خلاص، لما أهدى نبقى نتكلم. لا. هو في حد يكون معاه واحدة زيك ويلعب بديله؟ هو أنا مجنون؟ وحشتيني. مش مهم ترد، كل الموضوع إني بتعلق بيكي أكتر وبحبك أكتر وأكتر كل يوم. الظاهرة هذه تنجم تأثر على ناس، خاصة اللي عندهم وحدة أو مشاكل اجتماعية. تنجم يزيد يعزلهم على الواقع ويبعدهم على العلاقات الحقيقية. الحاجة اللي تخوف اللي كيفاش التكنولوجيا هذه دخلت لحياتنا بشكل عميق وبدلت طريقة تفكيرنا وبدلت حتى طريقة معاملتنا لبعضنا. والسؤال المطروح لهنا، زعما الذكاء الاصطناعي وين باش يوصلنا؟ وهل احنا مستعدين باش نواجهوا تأثيراته؟ زعما هو فعلا وعي بشري مخبأ بين بيانات، ولا هو مجرد أداة رقمية؟ أو ممكن يكون مجرد بداية لثورة عقلية؟ وزعما في المستقبل باش نجموا نفرقوا ما بين ما هو بشري وما هو رقمي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركونا تعليقاتكم في هذا الموضوع، خاطر رايكم يهمنا، وما تبخلوش علينا بلايك، وما تنسوش حركة الإكسبلور. نلقاكم على قريب في فيديو جديد.